السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع أخبار اللاعبين المغتربين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، نسلط الضوء اليوم مجددا على أخبار اللاعبين الذين ينشطون بالدوري الألماني، بعدما نشرنا خلال الفيديو السابق خبر عن اللاعب الذي ينشط في صفوف نادي نورنبرغ الألماني. والآن سنسلط الضوء على اللاعب يوسف بلحسن الذي يلعب في صفوف نادي مونشنغلادباخ الألماني. هذا اللاعب من مواليد سنة 2008 بألمانيا، وصوله الجزائرية من جهة الأم وتحديدا من ولاية زيوزو، في حين ليست لنا أخبار عن أصول والد اللاعب. تكون اللاعب بلحسن في صفوف نادي غلادباخ الألماني الذي تدرج معه في مختلف الفئات العمرية. يلعب في منصب ظهير أيمن، كما أن ذات اللاعب بإمكانه اللعب في منصب قلب دفاع. يمتلك بنية مورفولوجية قوية، كما أنه يمتاز بالسرعة الفائقة في منصب الظهير الأيمن، وقد تألق بشكل لافت للانتباه خلال الموسم الحالي في صفوف نادي غلادباخ، حيث توج معه بلقب الدوري لذات الفئة فئات أقل من 15 سنة. والشيء الأكيد بأن اللاعب يوسف بلحسن سيكون أحد الحلول الإضافية لمحاربي الصحراء، وذلك خلال السنوات القليلة القادمة، في حال وصل العمل بجد وطور مستوى أكثر فأكثر، خاصة وأن المنتخب عانى كثيرا خلال الفترة الأخيرة في منصب الظهير الأيمن بسبب لعنة الإصابات التي لاحقت اللاعب يوسف عطال، كما أن النخب الوطني جرب العديد من الأسماء دون أن تقنعه في منصب الظهير الأيمن. سلام.